تصویرش منعکس خواهد شد و جهان باشد که موجب رحمت پروردگار قرار گیریم. ان شاء الله همه ما از رحمت بی پایان حضرت معبود بهره‌مند گردیم. در روز جمعه سید الایام همینک گوش جان می سپاریم با آیات روح بخش کلام وحی توسط جناب آقای مهدی عادلی با ذکر صلوات غرام بر حضرت محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. حارم خود قربون این اشیت منم که اینجوری گریه میکنیم. یه لحظه پا به پای من بیا بریم مدینه. کجا بریم؟ پشت در خونه بیبیم. کدوم در رو بگیم؟ همون دری که آقا هر وقت میخواست وارد این خونه بشه دم در میستاد، دست به سینه میگذاشت، صدا میزد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بذار مقدمه روزم همین باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خدا انشاءالله حفظ کنه شما. بفرمایید. السلام علیکم.
إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. صلوات. المنطقة ومتى ما اضطرت إلى الجلاء من بلد على أثر نهضة شعبية فإنها لم تكف قدر ما استطاعت عن التآمر والاختراق التجسسي والسيطرة السياسية والاقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب بلدان غرب آسيا، وعمدت إلى وضع بلدان المنطقة في تهديد مستمر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نزلت بالكيان الصهيوني ضربات شديدة سياسية وعسكرية، وأعقب ذلك سلسلة من الهزائم للاستكبار، وعلى رأسه أمريكا من العراق وسوريا ومرورا بغزة ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان. إعلام العدو يتهم إيران بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. فشعوب المنطقة قد استيقظت، وقدرة إيران في القلوب والأفكار وقدرة إيران في مقاومتها بالنسبة إلى الطبيلة أمام خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة وفي معنويات الشعوب. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتغانة، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان. والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشراكات الناهبة. وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب والأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا،
وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون إبادتنا على أيدينا. أمريكا تستهدف أن تجعل فلسطين دون ما قدرة على الدفاع أمام الصهاينة الظالمين المجرمين، وأن تجعل سوريا ولبنان تحت سيطرة الحكومات التابعة لها والعميلة، وتريد العراق وثرواته النفطية بأجمعها ملكا لها. ولتحقيق هذا الهدف المشؤوم لا تتواني عن ارتكاب الظلم والعدوان. الامتحان العسير الذي مرت به سوريا والفتن المتوالية في لبنان والأعمال الاستفزازية والتخريبية المستمرة في العراق نماذج لذلك. الاغتيال الصريح